عايزه اكل حاجه حلوه مع القهوه وما عنديش امكانيات وكسلانه بص بتجيب الكنافه. الوصفه دي تنفع للناس اللي زيك كسلانين يعني. كسلانه مش عايزه شكراً يا تقومي ماما، ونفسك تسلمي. تاكلي حاجه حلوه بس اه عايزه مقص معلقه سمنه او زبده عندك. اولا ده قولي لهم ده توستر مين؟ ده توستر نادين. شكرا نادين. ما انت اللي هتاكلي الكنافه يا نادين. اي نوع جبنه موتزاريلا عادي. بعد ما رصينا الجبنه رصي عليها بقى الكنافه من فوق ونحط معلقه السمنه. يبقى هي كلها اخدت معلقتين سمنه، معلقه فوق ومعلقه تحت. قافله كده التوستر. هو فين المكبس بتاعك؟ كسر. كسرتي المكبس بتاع التوستر. يعني انا هفضل قاعده عامله كده؟ ايوه والله بعمل كده. محضره كل حاجه ان شاء الله تطلع حلوه. يا رب ما تشمت فيها حد يا رب. واو بسم الله. ايه رايك بقى؟ بعد كده هعملها بالتوستر. بسم الله. واو. كسلانه ما عندكيش عسل في التلاجة؟ بس هيبقى بعملي لك عسل وحطيه في التلاجة. ما عندكيش اعملي عسل عادي كده. ممكن تعمليه ميه وسكر وليمون. انت التلاجة بجد بتعمل كده. بس انتي اقطعي بقى بالشوكه والسكينه عشان البرستيج، لكن انا الصلاه على النبي. بص بسم الله الرحمن هاتي وندوقها. بصوا من جوه عامله ازاي. شايفين؟ الحكم جاي يحكم اللي كانت معترضه. هقول لكم بصراحه عشان التوستر بتاعي اقسم بالله تحفه. والله بجد تحفه بجد. حلوه يا باشا. حلوة يا نشا، بس انا عايز القهوة. عايزه قهوه؟ انتوا كلكم عملتوا في القهوه؟ انا مش عايزاها بس حاسبكم يعني عايزينها كلكم. خطيره. جربوها.